دلوقتي احنا في الطريق ان احنا نروح مناجم كيورا. هي المفروض ان هي تجربة هتبقى مختلفة وحلوة. عندنا يعتبر مناجم ملح برضو في مصر زي هنا، احنا لسه هنروح نكتشف. انا شفت الصور في جوجل يعني متحمسة، حاسة ان انا هروح حاجة كده زي الكيف بتاع الفرافرة، بس let's try it. الحمد لله اخيرا وصلنا مناجم كهورة للملح البينك. المفروض هنركب دلوقتي قطر يوصلنا لهناك. يلا نركب القطر. So excited to see you. عملوا جوه المنجم ده مسجد من الملح، مباني كتير من الملح، زائد اوبجكتس، حاجات بيستخدموها من الملح زي الاطباق والاواني وحاجات مختلفه، كلها هنكتشفها اول ما نوصل. بس الواحد متحمس انه يتفرج على المكان من جوه. المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها ضوء القمر بالباكستاني، اهو انا مش عارفة الصراحة انطق الكلمة قوي. اطلقوا عليه الاسم ده من جماله، يعتبر هو الناس اللي اطلقوا عليه الاسم ده. ان هنا في مستشفى جوه المنجم بتعالج امراض الرئة. الشخص اللي عنده مرض في الرئة بيجي هنا يقعد 10 ساعات يوميا ولمدة 11 يوم، وبعدها بيخف تماما من مرض الرئة اللي عنده. تعالوا نكتشف مع بعض شكل المستشفى من جوه عامل ازاي. لهم وسائل ترفيه، يعني مثلا حاطين لهم تلفزيون، جيمز عشان يلعبوا يسلوا وقتهم لمدة ال10 ساعات لحد ما تخلص ال10 ساعات. برضو بيتهيألي في واي فاي اهو، فالناس هتتسلى مش هتزهق خالص. لو تلاحظوا ان هم دايمين البنى، يعني مش استكفوا مثلا بمستشفى واحدة بس، لا في الجهة التانية بيعملوا مستشفى تانية تحت الإنشاء دلوقتي. وشوفوا سبحان الله، لما يكون عايز يعمل حاجات مفيدة أكتر للمكان، هم حفروا هنا مساحة يعني عمق 20 متر تحت الأرض كنوع من أنواع عمل بير تحت الأرض، لكن بفعل الأمطار نزل مطر كون شبه بحيرة في المكان، واستفادوا من البحيرة دي إن هي ميه مالحه قوي زي البحر الميت، ما حدش يقدر يغرق فيها ابدا. بالعكس بقوا ياخدوا من الميه دي اللي هي ميه في الاساس ميه المطر، اللي بحكم ان هي عدت على كتير من الملح بقت ميه مالحه جدا، وبقوا يستخدموا يعيدوا استخدامها ان يتعمل منها بودره لاعمال تجميليه. بصوا الجمال، المكان كله مضاء، كله من الملح، قمة الاسترخاء، بتسحب كل الطاقة السلبية اللي جوه البني آدم وانت قاعد وسط مساحة الملح الكبيرة قوي. بيتهيألي دي حاجة عشان تجديد الهواء في المكان، فعاملين ماشين ان هي تجدد الهواء. وكمان بانيين مسجد جوه المنجم معمول من كذا نوع من الملح. المسجد ده تقريبا مبني بقاله 500 سنة، واتسمى باسم أحد العمال اللي بنى المسجد، اسمه ليبر كينج، مسجد ليبر كينج. هتلاحظوا فرق الألوان ما بين الأبيض والأصفر والأحمر، يعني صفاء ذهني وروحي كبير لما الواحد يصلي هنا. بقى الباكستان ورومانسيتهم، دلوقتي في برضو شوية مية أو المطر، بقايا المطر اللي بتنزل بتكون زي ما احنا اتفقنا ترسبات. الترسبات دي اعتبروها في جزئين نزلوا كأنهم دموع بني آدم. عملوا قصة من ده إن كأن في واحد حبيبته سابته، فقالوا إن دي دموع الفراق، عشان كده في باقي الدمعة مقطوعة، ده يدل على الفراق، ولو اتكملت يبقى الحبيبة رجعت للحبيب وما بقاش فيه فراق.
يعني مثلا مسميين المكان ده قصر الملح. ليه؟ من كتر جماله وجمال الوانه تحس ان انت بتستمتع، متع نظرك بالالوان اللي فيه. وبرضه هنلاقي الميه وانفاق مختلفه عاملينها سواء يدويا او بالاجهزه الحديثه مع التطور. خلصت رحلتنا واتبسطنا، بس لما طلعت ولقيت الجمل ده كان لازم اقول